باش نفتش وقتاش نلقى الأثر للكتابة الأولى لفرحات حشاد. لقيتها عام 37 في تونس الاشتراكية، اسمها تونس سوسياليست، اللي هي كانت الصحيفة التقدمية الوحيدة في تونس اللي كانت موجودة. ففتحت له المجال باش يكتب على النقابة وعلى ستاس وعلى ولا هو هو من الغريب هو كاتب المدير، فيكتب مقال يسب فيه في الباترون، في المعلم نتاعو، وصح من لغة فرحات وبلغة أنا اللي قريتها نضحك، أنا ولده كي نقرأ فيها نضحك، لأنه بالستيل اللي مازال معناه مش متكون مليح، ولكن وين تدوخ فيه أنه معناه ما غير حتى عقد كتب وخرجها في وهو ما خرجوها له، مازال عمره 20-22 سنة، تلقائية. اي تلقائية معناها كاملة، وخرجوها له وهو يغفص ويكتب، ولكن قال حب. و باش ما نطولوش ياسر، احنا بدات كتابات فرحات بدات هو بديت انا سميته بدا تسجل في الجامعة بالمعنى اليونيفرسيتي نتاعو هو اللي مش تكونوا 8 سنين، وهي جماعة السي جي تي. هنا عملت فرحات حشاد 8 سنوات من 36 ل 44 وبدا ينشط. فلذا حاسين فرد وقت متوسطين من جاء استاس بدا تقلق فيه في الحال، خرجته طردته من المكتب غادي، ولا انسبكتور يدور في الكراس باش يبعدوه على غادي سوسه وعلى النقابه ما يتاثرش بهم الخدام. فهو خلق منه من ضعف ديما حتى في ذلك الضعف قوه، خرج من الضعف هذا الى قوه سنه، ولا يعرف البلاد الكل ما كانش يعرفها، ولا يعرف تونس كل، ولا يتنقل بلاش في بر تونس كل ما كانش يعرف، ولا عينيه تحلت، ولا يشوف اكثر، ولا يشوف الميزيري اكثر، ولا يمشي المدنين، ولا يمشي القصرين، ولا يمشي لسوق الاربعه، ولا يمشي لتونس العاصمه. هذه النقطه اللي باش نجيوها، انه الفرق احنا حكينا على كيفاش بدا يكتب. توا خلينا مادام تحلت عينيه ويشوف التوانسه ولا يشوف الوزيريا كيفاش يخاطب في الناس اللي لا تعرف لا تقرا لا تكتب ولا هذا هو. ثم ولا يتعرف على التوانسه اللي هما يخدموا في الاماكن هذه، فربط علاقات وهما وجلبهم للعمل النقابي بالضبط، ومنهم هما مش يكون الاتحاد بعد من هذه البدايه راهو. وهذا انا اكتشفت من عقوبه صغيره مستاس، عاش قلت لك من الضعف دي ماخوذها، وهذا فرحات الاخر دقيقه، وهذاك علاش قتلوه على خاطر هما وقت اللي يجيوه من هنا بعد يخرج هو غايب ديما عنده. علاش؟ على خاطر ما يضيعش هذا عنوان اخر مع فرحات حسين، عمره ما يضيع المبادره. يلزم المبادره نتاع انسان يقاوم تكون ديما في يده هو، ما يخليش العدو يفرض عليه مبادره، مش هو اللي هو يتبع ويبكي ويرد في الفعل. لغتنا احنا هو ديما اللي يصدم، ديما هو المبادره، هو يبادر وديما ويجيه في غير المنتظر. هذايا اللي انا اكتشفته هنا ديجا توا بدا يكون يسقط في الشخصيه نتاعو، هذا انا اكتشفته في الكتابه نتاعي في التفتيش نتاعي وانا نتبع فيه بالدقيقه. بعد كيفاش لقيته في 52 ولا ميتريزي الشيء هذا، ولا متمكن منه بالقداء، ولا عارفه مليح، ولا فرحة حشيت بالضبط. وهذا علاش فعلوا فيه مربوطة الأمور بعضها. فلذا هذا حتى وصلوا في الآخر عام 39 طرد لقى روحه في الشارع، ولكن بما أنه برز في الحركة النقابية سي جي تي، ولاو يعرفوه جماعة الاتحاد الجهوي، ولاو يستدعاوه في الاجتماعات نتاعهم،
مثلا باش يوقف يترجم لواحد فرنساوي يتكلم بالسوري هو يترجم له بالعربي كما تقول انت باش يوصل الرساله للتوانسه اللي حاضره وهي ما تسمعش وما تفهمش. ثم بعد حتى وصل المسؤول الكبير اللي اسمه ألبير بوزانكي، والإنسان هذا باش يكون عنده تأثير على فرحات حسان، تأثير ذهني. هذا اللي هو في تونس موجود. وين؟ تعرفوه التوانسة اللي هو اليوم المقر هذا عند الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو 9 نهج اليونان، مازال موجود إلى حد الآن. كان غادي الاتحاد المركزي الجهوي للسي جي تي، فتلما عجبوا فرحة، اكتشفوا فرحة حسن يطلعوا بحذاه تونس. فلذا في التكوين متاع فرحة حسان في المدرسة هذيك اللي قلتها، ذيك الجامعة هذيك، تكون فرحة حسان في معرفة الماكينة، أكبر قوة في البلاد، عنوان الاتحاد بعد سنوات، لأنه ولا يعرف شو معناه لاباري، كيفاش الماكينة تخدم بين المحلي بين الجهوي بين الوطني، كيفاش في الوطني كيفاش تتكون النقابات، كيفاش اللغة، كيفاش الخطاب، كيفاش البوبليسيتي، كيفاش التراكتوات. تعلمك الصنعة هذيك. على ذكر الخطاب، كيفاش كان خطابه مع الناس سواء على مستوى النقابة ولا مستوى نضالة المستعمر. هو كيف تمكن من هذا، خاصة شو ولا عنده كيف الحالة متاع تونس وقتها، لأنه الاستعمار يولد لك حالة في بلاد تولي مخك يخدم دوبل. بداية من اللغة، احنا اللغة مش لغة تتكلم برك، ما توصل لك الكلمة تخرج إلا على خاطر مخك يستوعبها في التعبير. وعلاش أكثر الناس تتكلم بالفرنسوية بعض مرات؟ لأنه أسهل لها باش تعبر من حتى العربي بعض مرات، لأن العربي مش سهل، خاصة العربية الفصحى، فلذا تلقى أسهل له يعبر. فهو تكوينه الفرنسي لأنه يعني جاي من فقط في مستوى التعليم الابتدائي في قرقنة أغلبيته فرنسي، فولا متمكن من الفرنسية لغة وكتابة حاجة عجوبة، خير من الفرنسيس. فولا يعرف يخاطب الفرنسيس بلغتهم، ولكن عندما يشوف الجزء التونسي أولا، علاش هو أنا نعتبر وعندي كما قلت لك ما عرفتش قد ولكن أنا فهمت أنه الالتزام اللي عمله في ستاس، لأنه كان يشوف حالة الخدام التونسي في ستاس كيفاش حتى من طرف النقابة ما كانوش نفس الاعتبار الخدام التونسي بالنسبة للخدام الفرنساوي أو الطليان أو المالتي، ما كانش نفس الاعتبار، مش نفس الكلام، مش نفس الاحترام، كانت مرميت. فهو كان ساير على هذا الوضع. فمن ذلك الوقت تحلت عينيه ليس في الخطاب فقط، ولكن وجوده جسديا في كل الحالات في جنب الخدام التونسي. وهذا يلزم فرصة باش نقوله تو، لأنه هو عنصر من العناصر القوية لتكوين الاتحاد العام التونسي للشغل، واللي خلى الاتحاد موجود إلى اليوم بعد 70 سنة بعده. هو أنه غرس في النقابي شرط، ما تقدرش تكون نقابي كما نحبه أنا هو فرحان كله إذا ما تبداش تلصق الخدام التونسي وتولي تحس كيفه هو وتحس عليه، وما تقبلش يتمرمد أو يهان، مش تتبنى مشاعره أصلا، تدخل في روح فيه. ففرحات كان يحس كيف خدام يشوفه قدامه في باب الزيرة ولا يهز كرذونة ولا يهز حاجة، يحس عليه وينقز باش يحمله
ويشيخ كيف يبوسه من فوق من وجهه، وكيف يشد له يده هذيك كلها تراب وكلها على بتاع الخدام، يد خدام يحس بحاجة عظيمة. فهو وجوده في وجود الخدام. هذا أنا اكتشفته من تعبيراته. أنا لقيت في 44 باش نجيبوا حاجة في حاجة، لأنه هذا في خطاب مع الشعب يجاوب عليك. وهذا من التكوين المؤسس للاتحاد، واللي هو غرسه شخصيا. وهذاك اللي يقول لك بعد معناها غرسة المعلمية، وهذاك علاش لليوم باقي انه عمل ميدا صحيح. وهذاك علاش هو المؤسس، ماش غيره معاه مؤسس، خاطر ما كانوش حاملين الشيء هذا الكل. هو كان صاحب مشروع، يعرف روحه شنو هي البنية اللي مش يبنيها، هو عرفها، وهو اختار يجورة هو اللي اختارها، خاطر يحبها تبقى بعده مش بوجوده هو. وتعرف انه في الشأن العام، كل شأن العام، من جمهورية، من دولة، من مؤسسات، من جمعيات، من أحزاب، من أي شيء، لا تقاس بوجود الإنسان. الإنسان طبيعي، كان هو موجود وما تنجحش مال الوين. هو وقت اللي هو يمشي، وقتها تحكم عليها عملية ناجحة ولا لا، وقتها تحكم عليه هل هو مؤسس ناجح أم لا. وهذا هو لو كان تاع فرحات. أنت قلت إنه فرحات حشاد يتقن اللغة الفرنسوية أكثر منهم هما. كيفاش كان يتعامل مع التوانسة؟ أو قلت لغة التوانسة هو يعني هو لغة الدارجة، خطابهم على أساس إنه لأنه ما يعرفش اللغة العربية الفصحى مليح، فهو يكلمهم بلغتهم هما، كيما يتكلم في الدار، كيما يتكلم مع اخواته، كيما يتكلم في سوسة.